7 حاجات لو عملتهم كل يوم لمدة شهر أو 30 يوم هتحس فرق رهيب في حياتك، وهتحس إن حياتك اتغيرت 180 درجة. أول حاجة، اصحى بدري. لما تصحى بدري هتحس ببركة في الوقت، وكمان هتلاقي وقت تعمل حاجات أصلا أنت كنت راكنها، وكمان هتكون نشيط. واللي بيصحى بدري عارف الكلام اللي أنا بقوله. فواحد بقى يسألني إزاي أصحى بدري وأنا نهاري ليل وليلي نهار، بنام الصبح وبصحى بالليل، أعمل إيه؟ هقول لك على طريقة هتخليك تصحى بدري غصب عنك. حتى لو مش جالك نوم، ادخل على السرير اقرأ كتاب او شغل قرآن وانت هتنام غصب عنك، واجبر نفسك انك تنام. تاني حاجة، روح الجيم. الجيم مش بيحسن صحتك النفسية بس، لا ده بيحسن صحتك النفسية والجسدية، وكمان بيخليك نشيط، وكمان بيقلل عندك السمنة والدهون. تالت حاجة، اقرأ كل يوم ولو حتى صفحة لمدة 30 يوم. رابع حاجة، قبل ما تنام سيب التليفون اللي في ايدك وغير العادات السلبية اللي عندك. تكون واعي بالعادات السلبية والمشاكل اللي عندك، وقبل ما تنام قول لنفسك ايه المشاكل اللي عندي وابدأ اكتبها، وخد كل يوم عادة سلبية وابدأ غيرها. حرفيا اهم حاجة تغير حياتك وهو التدوين اليومي. ببساطة لازم تكون واعي بالمشكلة اللي عندك، وكمان ابدأ اكتبها علشان تعرف تغير المشكلة دي. مش كل الناس بتطور نفسها، فخليك مميز وغير نفسك. خامس حاجة، ابدأ تعلم مهارة جديدة، وكل يوم تاخد ساعة من وقتك انك تتعلم المهارة دي. وفي الغالب المشكلة اللي عندك مش في الكورسات ولا انا هتعلم ايه، لان في مليون كورس وفي مليون حاجة اونلاين. الحاجة اللي مش بتخليك تبدأ اصلا هو انك مش ملتزم ولا مستمر. ابدأ النهاردة وخد ساعة من يومك انك تتعلم المهارة دي. ما تقولش لنفسك انا هبدأ ايه بكرة وايه النتيجة، انت كده بتحبط نفسك. فانت فيها دلوقتي، لو عاوز تبدأ حاجة ابدأ من دلوقتي. وشكرا.